الفيلم كيبدا بواحد البنت اللي سميتها جيسي مريحه وطالع عليها الدم حقاش الخطيب ديالها مشى وخلاها، ولكن هي دابا كاين مع الاصدقاء ديالها باش يواسيوها ويخليوها تنسى هادشي اللي وقع ليها. بقاو مريحين ضاحكين وكيهضروا ويقولوا ليها هاد الاسبوع هذا غادي نمشيو لواحد الاجازه في واحد الجزيره واعره وغادي نبقاو فيها لمده ديال اسبوع او اسبوعين، ولكن باش تعرفوا ان هاد الجزيره هادي كيسكن فيها واحد الراجل هو بنته اللي سميتو هاري، وكانت وقعت فيها واحد الكارثه. البنت ديالو كانت داخله كتعوم مع الدلافين ديالها، واحد اللقطه غادي يهجم عليها واحد سمك لقاش غادي يعضها، هربات منه ولكن تبعها وقتلها. هادشي هو اللي خلى الاب ديالها يمشي عند فخر السواحل يقول لهم بان واحد سمكه القرش راه كاينه عندنا في الجزيره وراها قتلات لي بنتي وخاصكم دابا تمشيو تشدوها اولا تقتلوها. ولكن فخر السواحل قالوا ليه ما يمكنش نديروا هادشي دابا حقاش هادشي كتدخل فيه بزاف ديال الجمعيات، وهاد الجمعيات هادو خاص يعطيونا واحد الاوامر باش نقتلوها. ولكن هاري قال لهم انا ما سوقيش غادي نتصرف غير بوحدي، ما غنبقاش نستنى فيكم نتوما حتى تجاوبكم الجمعيات. نرجعوا عند الاصدقاء ديالنا، تجمعوا ومشاو عند واحد القبطان ديال واحد الباطو حقاش هو اللي غادي تكلف لهم بهاد الرحله كامله. تعرفوا على بعضياتهم وركبوا في واحد القارب باش يمشيو للجزيره. اما هاري مريح وطالع عليه الدم بزاف حقاش باقي حزين من الموت ديال بنته، مشى للبحر وبقى كيتفكر في الايام والذكريات اللي كان كيقضيها هو والابنه ديالو. اما الاصدقاء ديالنا غاديين في الطريق ديالهم للجزيره، تعرفوا على بعضياتهم وبالاخص القبطان ديالهم تعرف على جيسي وبغى يواسيها في الحزن ديالها. اما هاري مشى عند واحد الاستاذ باحث في علم القروش وطلبوا باش يعطيه جميع المعلومات على جميع القروش اللي كاينين وكيفاش يقدر يتعامل معاهم واشنا هي الطريقه السهله باش يقتلهم. ولكن داك الباحث اكد لي بان النوع اللي كاين في الجزيره ديال القروش انه ما كياكلش بنادم، راه غير كيبغي يلعب معاهم. اما هاري في سمع هادشي بقى فيه الحال وتفكر الطريقه اللي ماشي بها الابنه ديالو، مشى وخلاه. اما الاصدقاء ديالنا قرروا بانهم قبل ما يوصلوا للجزيره غادي يباتوا في البحر ويحكيوا القصص ديالهم باش يتعرفوا على راسهم اكثر. الاصدقاء كاملين طلبوا من القبطان يوصف لهم الجزيره، قال لهم بانها جزيره واعره فيها الدلافين وبزاف ديال المناظر اللي زوينه اللي غتستمتعوا بها. اما هاري رجع للدار هز الحوايج ديالو وهز حتى السلاح باش يقتل به القرش ومشى للباطو ديالو باش يدخل يقلب على القرش اللي كاين في الجزيره. تلاقاو معاه فخر السواحل ولكن ما شدوش حقاش هو عارفينه حزين بزاف وبغى ينتقم من الابنه ديالو. ركب في الباطو ديالو ودخل باش يقلب على القرش. اما الاصدقاء ديالنا فراهم وصلوا للجزيره والقبطان قال لهم بان هذه الجزيره هذه راه حداها واحد القروش ودنافير ولكن هما ما كيأذيوش البشر، مسالمين وكيبغيو غير يلعبوا مع الانسان. بدا كينفخ في واحد القارب صغير، سولوه الاصدقاء علاش، قالوا لهم قريب الجزيره كاين واحد الحجر الا دخلنا بالباطو ديالنا غادي تهرس، داكشي علاش غناخذوا غير واحد الباطو صغيور وغادي نبقاو نمشيو بثلاثه حتى نوصلوا للجزيره ديالنا. وكانوا اول وحدين جيسي وجوج الاصدقاء ركبوا في داك القارب الصغيور وبداو غاديين باش يوصلوا للجزيره. حتى قربوا للجزيره ويخبط لهم شي حاجه في القارب ديالهم وهما كاملين خافوا كيحسب لهم شي قرش، ولكن لقاو غير واحد دين اللي صغيور كيلعب معاهم. جيسي هزات لي سلكي وهضرت مع القبطان قالت لي حنا وصلنا وراه ويلي الصديق ديالي غيرجع بالباطو باش يجيب الاصدقاء الاخرين. هو يقول لها القبطان ماشي مشكل ولكن انا راني غادي نبات اليوم في السفينه، ما يمكنش تخلي السفينه بوحدها، يقدر يكون شي واحد ويجي يسرقها لينا. قالت لي واخا ماشي مشكل. فاش رجع الصديق ديالها بغى يجيب الاصدقاء هز واحد المناضه باش يشربها ما بغاش تحليه، جبد الموس بغى يحلها خصك ضارب بها ايدو. هنا فين قال لي القبطان ما يمكنش انت تسوق هذاك الباطو الصغيور حقاش الدم غادي يطيح في البحر ولا شموا القرش غادي يهجم عليكم ويقتلكم كاملين. اما هاري باقي كيقلب في وسط البحر على القرش حتى تلقى مع واحد الصيادين بقى كيهضر هو وياهم وسولهم واش بان لكم شي قرش. اما دوك الصيادين قالوا لي كاين واحد القرش هنايا في البحر وراه كيأذي الانسان وباغي يقتل بزاف ديال الناس. نعتوا ليه البلاصه وكمل الطريق ديالو باش يلقى القرش يقتلو. اما الاصدقاء كاملين وصلوا للجزيره الا القبطان بقى في السفينه ديالو، ولكن جيسي هضره معاه في اللاسلكي وبين انها معجبه به، ولكن فجاه طيح منه شي حاجه من الايد ديالو في البحر غادي ينزل باش يجيبها حتى غادي يهجم عليه القرش. فاش غتشوفوا الزوجه ديالو غتبغي تعاونو حتى هي طاحت في البحر وكالها القرش. اما الاصدقاء الغد في الصباح ناضوا جوج الاصدقاء بوحدهم بلا ما يقولوها الاصدقاء ديالهم ومشاو كيعوموا غير بوحدهم، ولكن اللي ما عارفينش ان سمك القرش كان قريب ليهم وهجم عليهم بجوج وقتلهم بجوج. حتى شي واحد ما شافهم، ولكن فاش فاقت جيسي لقات واحد اللاسلكي وعرفاتو بان هذا الصديق ديالها. بقاو كيقلبوا عليهم ما لقاوهمش، كيحسبوا لهم بانهم رجعوا للسفينه. فاش ويلي الصديق ديالهم خد الباطو الصغير ورجع للسفينه باش يقلب عليهم ما لقى حتى شي واحد، لا القبطان لا الاصدقاء ديالو. اما جيسي مشات هي والصديقه ديالها كتقلب في الجناب ديال الجزيره حتى غادي يبان لهم الصديق ديالهم طايح. فاش قربوا ليه لقات سمكه القرش عض ليه رجليه بجوج، هادشي هو اللي خلاه يموت. رجعوا كيجريو باش يقولوها لويل، شافوا ويل جاي عندهم في الباطو الصغير بقاو كيعيطوا ليه بانه خاصو يرجع، سمكه القرش كاينه. ما سمعهمش فين تخرج ليه سمكه القرش. في الاول ضربها بالمجداف ولكن طاح من الباطو الصغير، هادشي هو اللي خلاه تهجم عليه. فاش شافتو الصديقه ديالو بغات تلاح تعاونو، ولكن لسوء الحظ ديالهم سمكه القرش قتلاتهم بجوج. للاسف بقاو جوج صديقات جيسي والصديقه ديالها كانوا واقفين على الحافه كيشوفوا الاصدقاء ديالهم باش يعاونوهم. هادشي هو اللي خلى الصديقه ديال جيسي حتى هي تطيح في البحر وياكل القرش. بقات غير جيسي بوحدها اللي حيه وما عارفاش اشنو دير، بقات مريحه وكتبكي وحدها غير لاسلكي كتسنى ان شي واحد يهضر معاها او شي واحد يجي لعندها. حتى غادي يهضر معاها هاري بالصدفه وغتجاوبو وغتقول لي انا
ساكنه في الجزيره الفلانيه وبقات كتطلب فيه باش يجي يعتقها، وقالت لي بان القرش راه قتل الاصدقاء ديالي كاملين. هنا هاري عرف هذاك القرش هو اللي قتل بنته، داكشي علاش جا عندها وقال ليها انا غادي نمشي باش نقتل القرش. ولكن جيسي قالت لي بغيت نساعدك في القتل ديال القرش حقاش حتى انا بغيت ننتقم منه حقاش قتل لي الاصدقاء ديالي كاملين. هنايا هاري وافق، دخل هو وياها بالباطو بقاو كيقلبوا على سمكات القرش حتى لقاوها. هاري عنده واحد الخطه ذكيه، قال لها خاصك تهودي الماء باش القرش يشوفك ويجي لعندك، وقبل ما يعطي يعضك انا غادي نتشيري فيه. جيسي ما خافتش، تلاحت في الماء وفاش شافها القرش بدا يجي عندها. هاري كان سريع في الدقه ديالو وقتلو. هادشي هو اللي خلاهم يفرحوا بزاف حقاش قتلوا القرش اللي قتل ليهم الاصدقاء ديالهم، وهاري انتقم للابن ديالو. هادشي هو اللي خلاه يتلاح في الصحف ويكتبوا عليه بان هاري هو اللي قتل الجزيره كامله من واحد القرش قاتل. دازت واحد المده غادي نجيو عنده واحد العائله وقالوا ليه بغيناك تنتقم لينا تقتل واحد القرش حقاش قتل لنا الابن ديالنا. هنا هاري تفكر بان الابن ديالو فاش ماتت حتى هو بقى فيه الحال، هو يوافق بانه غادي يمشي ينتقم ليهم ويقتل ليهم القرش. ولحد هنا سال الفيلم. الى عجبك الملخص يوميا كيتلاح فيلم جديد مع التساوي. تهلاو.